انت تواصل معاها. وبعدين انا لسه بلعب، يعني انا لسه النهارده لو رجعت لمستوايا ورجعت لعبت فرقه كويسه، اكيد انت هتحتاج ان انت تجيبني. انا ساعتها موقفي يكون ايه؟ انا لما ابقى في نادي كتير تكلمني مثلا عني، ولما ابقى في نادي ما بلعبش فيه ساعتها ولا كاني ليا لازمه خالص. حتى لو بتجيني ساعتها هفهم، انت عارف، ولا ما بتجيبنيش انا هفهم وهتفهم الموقف ان انا ما بلعبش ما بشاركش. فاكيد انت مش محتاج تجيبني عشان انا مش هفيدك. بس لما تهتم بيا او مثلا تسال عني، هو دي الفكره المهمه، دي النقطه اللي لازم تحس بيها. وفي نفس الوقت برضه انا شايف في نظري، يعني نظري الشخصي، ان احنا النص غانا اللي كان في غانا داخلين في حسابات غلط خالص، ما كناش مستعدين صح خالص. داخلين بايعين الماتش خالص، مش داخل، انت مش داخل ماتش عامل حساب ان انت لسه عندك ماتش زياده، لسه عندك ماتش على ارضك. انت رايح الماتش ده كانك رايح هو الماتش اللي هيوديك كاس العالم، ما عندكش ماتش ثاني بعد كده. فداخل ما كانش في حسابات. حتى لما فرقه غانا كانت كويسه تحافظ على نتيجتك، تحافظ ان انت تبقى مثلا مغلوب 3-1، تحافظ بقى تقفل ممكن هجمه مرتده تجيب في الجون، بس حتى لو تقفل بقى حافظ على الثلاثه. لكن تيجي ارضك، احنا لو كنا الماتش خلص 3-1 هناك كنت انت صعدت كاس العالم، كان عندنا فرصه الاخيره 2-0 وصعدنا. كان عندنا فرصه. وبعدين انا بقول لك اداء مصر قدام غانا في مصر مش صعدها كاس عالم، مش صعدها مرتاح كاس عالم، بس اللي خلى مصر ما عرفتش تصعد كاس عالم ان هم كانوا بيلعبوا بدون امل. بيلعبوا ان هم عارفين ان يجيبوا 5 اجوان، فالموضوع صعب جدا. يعني الموضوع كان يعني شبه مستحيل. بس انت لو بتلعب عارف على ارضك انت لو كسبت 2-0 والله العظيم يا كريم انا واثق مليون كنا هنكسب ونعدي. الماتش ده كنت كسبت فيه 10 لو الفرقه كانت بتلعب بقى اللي هي عندها عارفه انها هتوصل كاس عالم. وثاني حاجه كمان ان انت شايف اداء عمرو زكي. انت مش شايف عمرو زكي كان اداؤه في الملعب؟ انا في نظري عمرو زكي كان احسن لاعب في الملعب في الماتش ده اللي كان في مصر. ازاي عمرو فؤاد ما يبقاش موجود في الماتش الاولاني؟ احنا بنلعب الماتش الاولاني ما كانش فيه مهاجم، ما فيش مهاجم. وتاني حاجه ما احنا اتكلمنا في النقطه دي. ايه يا حبيبي، بص يا كريم، في نقطه مهمه جدا. اللعيبه الاسامي الكبيره لازم وجودها في الملعب مهم جدا. يعني النهارده مثلا عندك مدرب منتخب مصر ده مدير فني اجنبي ومسك منتخب امريكا وراح بيه كاس عالم. عندنا احنا مدرب الحراس هو اللي بيقرر مين يجي ومين ما يجيش، مين يلعب ومين ما يلعبش. انا عمري ما شفتها في حياتي اصلا في اي نادي لعبت فيه ولا في اي مكان رحت ولا على اي مدرب ان مدرب حراس هو اللي بيقرر المدرب الحارس ده يجي ولا ما يجي. احنا كان تمام برادلي كان ذكي على الفتاح ولا كان بيقرر الحضري يجي ولا ما يجي. النهارده ازاي يبقى عندك حارس زي الحضري يخد اي مهاجم يلعب قدامه وما تجيبوش؟ والحضري في نظري ان هو حتى في الوقت الحالي مع احترامي للشناوي مع احترامي كل حراس منتخب مصر، الحضري يقدر يلعب الماتش ده، ولو يبقى موجود في الماتش ده اكيد ما بقولش ان هو مش هيدخل فيه ولا بقول لان مفيش حارس هتخش فيه جوان. اكيد انت مليان وبتلعب قدامه ومثلا رايح عليه بالانفراد او في فرصه، اكيد بتبقى عامل حساب للحارس اللي قدامك. لان قدامك في ملعب احمد حسن، حتى اكيد لو بينزل الشوط الثاني يلعب نص ساعه ولا يلعب ثلث ساعه، اكيد بيعمل حساب للاعب بحجم احمد حسن. يبقى عندك حسني عبد الرب بره، لازم اللعيبه دي تنزلها عشان تحافظ على قيمه فرقتهم في الملعب وعلى قيمه شكل منتخب مصر. والفرقه الثانيه تبقى عارفه بتلاعب ايه، لهم ما بتلعبش بقى بتهاجم وبتفتح ورا، لا هي بتلعب مان تو مان، بتخلي بالها عشان عارفه ان اللعيبه اللي قدامها لعيبه كبيره، لعيبه عندها خبرات. احنا لما كسبنا غانا في نهائي افريقيا ما كسبناش عشان احنا كنا اقوى منهم. احنا كنا اقوى منهم في الوقت ده، كنا احنا اقوى فريق في افريقيا، بس كسبناهم بذكاء بخبره. احنا هم كانوا لياقتهم اعلى مننا، كانوا بيدوا اكتر مننا، بس احنا في الاخر عرفنا ازاي ان احنا نقفل، عرفنا ازاي احنا نحافظ على النتيجه، عرفنا ازاي احنا نمشيهم في المباراه، ولغايه ما عرفنا من فرصه ومن الخبره قدرنا ان احنا نحرز منها هدف وقدرنا نفوز بالمباراه. تمام يا زيدان. تمام يا زيدان، بشكرك شكرا جزيلا.